سلام، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح. اليوم راح ندير معكم العجينه المورقه. نروحوا المكونات، نبدو بسم الله على بركه الله. عندي كيلو فاينه، معرف تاع الملح، نص كاس تاع الزيت، وثلاثة معارف تاع الخل. واللم بالما يكون بارد، يكون من الفريجيدير بارد. ونبدا نلم في العجينه. من بعد نلمها غير نعجنها قد ما تلملي العجينه، هذا ما كان. وهنا بعد ما لميت العجينه نقسمها على زوج، ونجيب زبده التوريق. زبدة التوريق فيها 500 غرام، نقسمها على زوج. نخلي النص هذاك بجهة والنص هذا نخدمه في العجينة الأولى، ونرش شوية فاينة ونبدأ نحل فيها. نحلها مليح، نحلها على شكل مستطيل باش تساعدني في الخدمة كما راكم تشوفوا. ونسقدها بالبراق، وهنايا نرابي فيها في الزبدة كما راكم تشوفوا. ونبدا نرولي فيها كيما البودة، ونبلعها مليح مليح باش ما تسحلش معايا، ونخليها بجهة. ونبدا نعاود في العجينة الزاوجة، نخدمها كيما خدمت الأولى. خدمتها سهلة وما تشدش الوقت وتخدميها ليه. المهم كيما خدمت الاولى نعاود الزاوجه، نرابي فيه هذاك النصات الزاوج تاع زبده التوريق. وهنايا كملت البوده الزاوجه، نروحو نجيب البوده الاولى ونحلها بالوراق. هاد لا ميثود اللي راني نخدم بها سهله بزاف، ماشي كيما لا ميثود كلاسيكيه اللي تغبن بزاف في الخدمه تاعها وتعيي. هذه سهله وتخدميها في ربع ساعه، ما تشدكش كاع. وهنايا نحلها ونخلي واحد الان سنتيمتر باش كي ندخل فيها البوده ما يخرجليش العجين منا ومنا، ونبلعها مليح. ونعاود نرش شويه فاينه ونبدا الخدمه تاع التوريق. غادي نخدم التور الاول كما راكي تشوفي، ونعاود نخدم التور الزاوج، نرش شويه فاينه باش سهله ليا الخدمه. وهنا نطبقها ونخدم التور الثالث. انا هنا درت 3 تور. ديجا الكاتريام تور درناه في الاول، كي درنا هذيك العفسه تاع البوده باش تجينا مورقه بزاف. وهنايا نطبقها ونقسمها. هنا لا فيديو وراكم كاع كيفاش المراحل، انا ما كترش الهضره بزاف. المهم شوفوا كي تجي مورقه تجي شابه. ونديرها في ساشيات وندخلها في الكونجيلاتور، ونولي كي نسحق نجبد غير اللي نسحقه نجبده.